اهلا بيكم. سمعنا كتير عن لعيبه اتوفت في الملعب نتيجه بلع اللسان، وشفنا القصه دي كتير. محمد عبد الوهاب الله يرحمه وغيره وغيره من اللعيبه في مصر وفي افريقيا وفي اوروبا. وشفنا كتير اثناء المباريات دي محاولات زمايلهم ان هم ينقذوهم بطريقه او باخرى. Смотри, он уже ловит мяч и все равно колено несет, понимаешь? Он мог просто его поймать, вот и все, и столкнуться, даже мог и не столкнуться Это видео нашей камеры, которая была рядом с эпизодом, и мы видим, как быстро среагировали в первую очередь. Смотри, как Наполеон. Что важно, игроки соперника, футболисты Днепра. Смотри, Наполеон, чтобы люди знали, это Зазуля. بس للاسف كتير من المحاولات دي كانت بتبوء بالفشل وكانت بتحصل الوفاه. طب ليه؟ لانه في الاغلب احنا مش فاهمين يعني ايه بلع لسان. ناس كتير مننا بتعتقد انه اللسان بيتفك ويروح ملفوف وساقط يسد مجرى الهواء، لكن فعليا القصه مش كده خالص. القصه عشان نفهمها كويس لازم نبقى فاهمين طبيعه مجرى الهواء بتاعنا، وان الهواء لما بيخش جوه الجسم بتاعنا عشان يوصل للرئتين بيعدي من الانف او من الفم، وبعدين ينزل على البلعوم وبعدين على القصبه الهوائيه وينزل بعد كده يدخل للرئتين. طب ايه علاقه اللسان بالقصه دي؟ اللسان زيه زي اي عضله، زي اي عضله عندنا في الجسم، بيحصل ليها ارتخاء لما الواحد يخش في غيبوبه. يعني ايه؟ يعني اي واحد بيخش في غيبوبه او اغماء عميقه كل عضلات الجسم بتاعته بترتخي بما فيها عضله اللسان. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا مع بعض نبص على الفيديو ده عشان نفهمها بالتفصيل. وزي ما احنا شايفين انه اللسان عباره عن عضله، لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبه عضله اللسان بترتخي، فقاعده اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول الهواء تماما، وهنا يحصل الاختناق. وهنا المشكله انه اللسان هو اللي سد مجرى الهواء في حاله ارتخائه. السؤال نتصرف ازاي او ازاي نعيد فتح مجرى الهواء؟ هل بنمد ايدينا نشد اللسان ولا بنرفع دماغه لفوق ولا نميله على الجنب ولا نتصرف ازاي؟ خلي بالك فكره انك تميله على الجنب ولا ترفع دماغه او تبدا تهز دماغه فكره خطيره، لانه في الاصل هو فقد وعيه لانه اتخبط خبطه جامده في دماغه. فاوعى تحاول تحرك الدماغ او تحرك الرقبه او العمود الفقري حركه عنيفه، لان ده ممكن يضره ما يفيدوش. امال هنتصرف ازاي؟ تعالوا نتفرج تاني على نفس الفيديو بس نكمله ونشوف اللسان ممكن يترفع ازاي. مجرى الهواء المقفول بقاعده اللسان نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقه دي. ساعتها قاعدة اللسان هتتشد لفوق، مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطة وما يحصلش الاختناق. طيب نرفع الراس بشكل مظبوط ازاي؟ الطريقة بسيطة جدا، وحركة يا ريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا. الحركة بمنتهى البساطة، ايد على الجبهة وايد على الدقن. هزق الجبهة وارفع الدقن. خلي بالك الحركه دي لازم تحفظها وتحفظها لغيرك، مش بس عشان اللعيبه اللي بتلعب كوره ولا بتمارس اي رياضه وممكن تتصاب اصابه مباشره في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها، لا ده مش بس عشان دول، لكن كمان اي عيان تشوفه فاقد الوعي، اي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع او يبقى في غيبوبه، او حتى المشهد اللي متكرر اللي ساعات كتير بنشوفه، واحد سنه كبير وهو في غيبوبه عميقه في البيت وقاعد وعياله قاعدين حواليه وبيصدر اصوات، يقول لك ده بحشرجه الموت، بيحشرج، بيطلع منه صوت ناتج عن انه مجرى الهواء مسدود. فعليا الراجل ده للاسف الشديد بيبقى بيتخنق لانه لسانه عشان هو في حاله غيبوبه بيسد مجرى الهواء. كل المطلوب منك حضرتك ساعتها انك تفتح ليه مجرى الهواء بنفس الطريقه بالظبط. افتكر دايما انه بالحركه البسيطه اللي اتعلمناها النهارده ممكن تبقى سبب في انقاذ حياه بني ادم، وممكن يتكتب لك ثواب كبير قوي 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 انك انت احييت بني ادم تاني وساعدته انه يعيش مع حبايبه واسرته وللناس اللي هم عايزينه. ربنا بيقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. خليك منهم، خليك من الناس اللي ممكن تساعد في انها تحيي بني ادم. شاير الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفهم، كل الناس اللي ممكن يستفيدوا ويتعلموا. وما تنساش كمان اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب على القناه بتاعتنا، وتابعوا حلقاتنا باستمرار. في العضل هدفه انه يفيدك ما يضايقكش ولا يوجعك. ودمتم بخير.